السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي أول حلقة ليا فيديوهات رياكت بس، ويا رب تعجبكم. يلا بينا بقى عشان ما اطولش عليكم، عشان ديت أول دخلة وأنا مش عارف أقول لكم ايه. فيلا بينا. هي كده يا لقطة بس انا نفس الشعر. لو امي انا شعر الشماعة على جسمها سيكون فيها عمل يا عم. عمل ايه؟ ده هي أصلا نفسها عمل. والله ابدا. روح اغسلها مرتين كمان. مالك والله. الراجل اللي على اساس بنت وسخه اللي ما غسلهاش ايدي. طب روح اغسلها غلط. كده الغسيل مش بيفرق معايا، هي اتغسلت ما اتغسلتش هي هتفضل نفس الفعالية ونفس الكام في المية بتوعها، مش هتقس في أي حاجة. ويا رب تقدم. تشم ايه؟ احنا بنشم كلها. ما بتشمش، هي بتتحس بس. ميه. اشربي كده جميل. والله العظيم ميه. يا عم والله ميه. ميه والله. انا والله مش هتفرق ميه من خمره، مش هتفرق هي نفس الفعاليه. ما توكلي على الله اشربي يا حاجه وانا معاكي في ظهرك. انت افضلي. ميه واحد. يا بنتي شطفها 3 مرات. جدع يا صدق علي. لا ما تشربش منها. الراجل ده مش بايع الدنيا، ده رفع على طول. عمل مش عمل ميه مش فارقه، انا ابلع على طول. مش فارقه معايا. والله عشان غسلتها. فاطر. تلوث. السلام عليكم. خميس بحبنا. الله اكبر، يعني اصلا الكلام ده كله في رمضان يخرب بيكوا. ده انتوا هتولعوا، انتوا كده مش هتخشوا جوا، انتوا هتخشوا حتف يا جدعان، انتوا هتخشوا بالتروسيكل. تفرودون عجنابون نزلوا على ايه بقى بالظبط؟ نزلوا على ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ انا قلت 100 مره نقطع نشد الفيشه بتاعت النت عن الناس دي، عشان الناس دي بتكفرني. انا زهقت خلاص. على البرية حطوا فرودون عجنابون. جنابهم حضرتك مالهم؟ جنابهم جميله اهو، ماشيين زي الفل اهو الحمد لله. مالكم بقى؟ هو المصحف بقى هشد بتاع السكينه اللي انت حطاها ديت والطبخ اجري وراكي فيهم. انا بقول لك نزلوا على البرية وانا بعارضك يا ميمو خلصني من الدورية. وبعدين يا عم ميمو، بعد ما سمعت الكلمتين الحلوين هتروح تتجوز البنت وتشيلها من الوباء اللي هي فيها دي، ولا تسيبها في قلب الوباء، ولا انت بتتسلى؟ هذا ميمو ما تشوف لنا حل بقى في الحري ده. خلاص ارتحتوا خلاص قفلتوا لي الاكونت. لازم يتقفل يا عم، لازم يتقفل. انت عايزاه يفضل شغال بعد الكلمتين اللي انت قلتيهم دول؟ والله العظيم ده مش المفروض يقفلوه، ده المفروض يفجروه. قفلتوا لي الاكونت خلاص. اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ اكونت لوحده. بص بقى حبايبي، من اول وجديد كده. اقول لك ايه ياما، ولا من اول وجديد ولا من اول ونضيف. اتكل على الله. ما شفتكيش على السوشيال ميديا. لو شفتك على السوشيال ميديا والمصحف اجري وراكي. انا بقول تمام. احنا ننزل ايه؟ نشحت على باب الجامع، نمسح عربيات بقى نشحت. تمام. انت مالك؟ نمسح عربيات وننزل نشحت ايه يا حضرتك؟ انت مش محتاجه تشحتي اصلا، انت محتاجه. يا نهار اسود، بيضربونا بالمنوي. لان ايه الاكونت اتقفل، كل شويه الاكونت اتقفل. مش عارفه ليه بجنيه. احنا نلم بعضينا كده كلنا. حبة عين هم مستقصدينك البت، يعني عشان البت لوحدها انتوا مستقصدينها يا جدعان. اهدوا شويه، مش كده، اهدوا شويه. ننزل نشحت على باب الجامع، نمسح عربيات بقى، نعمل نشقلب. وده الاوتفيت الجديد. مش اوتفيت الجديد ده. اقول ايه طيب؟ ده مش اوتفيت، ده اوت كرشه والله العظيم. بتاع طقمايه اللي ايه، نازلين نوسع المشروع. هنشحت على باب الجامع. تمام. يلا بينا يا باشا. مش عايزين نمسح لك العربيه. استنى يا باشا. رايحه فين بس؟ تعالي هنا. رايحه فين؟ رايحه تشحتي كده ازاي يعني؟ انت لو نزلتي كده مش هتشحتي، انت لو نزلتي كده هتتخطفي. واحنا لما انت تتخطفي هتروحي فين؟ مش هنشوفك تاني، فاحنا لازم نشوفك عشان نقعد نتنمر عليكي. ما ينفعش من غير تنمر، انا ما ينفعش من غير تنمر. في بقى كده الميك اب، ايه رايك؟ رأي مين؟ دي لو طلعت من عند احمد السمكري اقسم بالله ما كانت هتبقى عامله كده، ده كانت هتبقى بتبرق شويه عن كده. انتوا ايه اللي انتوا عاملينها في البنت دي؟ حلوة قوي بجد. عجبك؟ عايزه تغيري حاجه او تزودي حاجه؟ تحفه يا بنت. هو اللي في ايدك ده كتاب ولا مرايه؟ انت واخده بالك من الموضوع ولا مش واخده بالك؟ يخرب بيتك، ده انت عندك 4 حواجب، ده انت ما عملتهاش، ده فريق ايلون ذات نفسه ما عملهاش. كله تمام. نلبس الطرحه، يلا بينا.
على ايه طرحه؟ هي مش محتاجه طرحه والله العظيم البت مش محتاجه حاجه، دي بتبرق والله بتبرق. ده كفايه الاربع حواجب اللي عندها والرموش اللي نازله. ايه ده يا جدعان؟ يا نهار اسود، ده انت ربنا يستر على الواد، هيجيله سكته قلبيه بصفحه سطريه. فنان انت داخل تتخاني ولا داخل تعمل ايه؟ قول لي بس، عشان انت الموضوع معايا من الاول جاي غلط، الموضوع كله جاي غلط. ما جاي في بس قول لي بجد تتخاني ولا ايه؟ انا عارف اني مختلف. انت مش مختلف، انت عايز تتضرب بالنار. ده انا قلت انت داخل تقفل الشارع اللي انت فيه في الجرافيك ده. ده ايه يا اسطى ده؟ انت عايز تموت، مش عايز، انت طالع من التربه بكفاله يخرب بيتك. ودي حاجه مش بايديا اني احلها. ليه يا عم تحلي والمصحف؟ انت دماغك دي اللي عايزه تتحل والله، تتعلق نجفه في اي شارع والمصحف مش هتجيبها همها كده. في يا اسطى فاكرين الفيلم اللي هو كان بيقول ده الصوت ده الصوت. انا نفسي بس اشوف واحس في عيون. كابتن خلي بالك انت مخنف يا كابتن والله. بص انت مخنف يا اسطى، دماغك في حاجه ضاربه منك بتورم. انت كل ما بتزود في الصوت بتورم. في حاجه غلط. نكون ازرت احلام. الله اكبر عليك يا كابتن بكري، بس بعد اذنك انا ما اشوفكش بتغني ولا في اي حته، ولا في الشارع ولا في التليفون ولا في ولا في الحمام ولا اي حته. انا لو شفتك بتغني تاني قسما بالله اضربك بالمنوي. انا بقول لك والنبي فك عن كاسك شويه، انا جعت مش قادر. يا ابني انت بتعامل زي الكوربان، الله يخرب بيتها، بطل اكل شويه. كولمان ايه اللي تشيلك بنسيبه لما الواد يبقى الله اكبر. ده ما طلعش كولمان واحد، ده طلع ثلاثه. الله اكبر. عامل زي الكولمان، انت هتبقى عامل زي الخزان اللي من غير ميه ماشيين في الصحراء بقى. اكبر عليها بمساجده، بس ده مش خزان، دي شركه المايه نفسها واقفه جنبك. 3 ساعات اني معانا عليكش جاب له ازازه ميه يا مقشف يا منتشن، هات لنا اكل احنا جعانين. بالنسبه للصحراء اللي انتوا فيها دي، عادي هيجيب لكم ميه واكل وشرب منين بقى؟ هيحفر في الارض ولا هيطير في السما يجيبهم منين؟ عشان ابقى فاهم بس. يا ابني احنا كده عرفنا هناكل ايه؟ هتاكل ايه يا جوده؟ اكلك. خد ايه؟ عندك حق، ما انتوا في الصحراء وبتطلب منك ميه واكل وشرب، يعني هتعمل ايه؟ اكلها اجري ورا اجري مساجده. جمسي تاجر مواشي ما شاء الله وقاعد في العزبه بتاعته اهوت، احنا طالبين له عروسه. اكبر يا حاج، ده مش عايز عروسه، ده عايز فرح ذات نفسه بحاله. ده ايه ده؟ الله اكبر عليك يا حاج. بالصلاه على النبي، بس تكون عروسه بقى ايه خالصه مخلصه، يعني وراها واد ولا وراها بيت. يا حبيبي عيب ده انت بتتكلم هتقعد تلعب في ودنك، حسسهم اللي فيه حاجه موجوده على الارض. يخرب بيتك، ده انت عايز بقره جاموسه تتجوزها، مش عايز بني ادمه. ولا ايه رايك يا حاج محمد؟ يا حاج محمد، ده انا لسه بقول عليك تاجر مواشي، والست كانت عماله بتفخفخ فيك بتلطم. يخرب بيتك، انت كده عايز معزه مش عايز خروف. ماشي في الغابه طلع لي اسد، خاف ياكلك بالجلد النمر اللي انت لابساه، صح؟ خاف ياكلك صح؟ قلت له ايه يا اسد ليه ما اكلتنيش؟ قال لي هو في اسد ياكل اسد زيه؟ لا احنا كده عايزين نطلع العباسيه، اقسم بالله يا جدعان. شدوا ام السلك والمصحف، هنفتح في قلب العالم. الولايه دي عايزه تنفجر، مش عايزه تفضل عايشه جنبينا. شايف اول ما بقوم من النوم بستحم ازاي؟ شايف يا حاج، شايف النظافه باينه عليك، النظافه والرغبه ما بتكدبش. انا داخله اوضه العمليات يا حبيبي، ادعيلي. انا كان الله اكبر، هم نقلوا الهند عندنا ولا ايه؟ الهند جت عندنا بصمت ولا ايه؟ نفسي اكون معاكي، بس لولا السفر مانعني عنك. انت كنت المفروض تبقى اول واحد معايا، بس انت دايما بتفضل شغلك عني. مالك يا بابا؟ مالك يا حبيبي؟ احنا كده هنفهمك غلط. يخرب بيتك، لم الدنيا، انت دكتور المفروض تلم الوش كده يا اخي. خلي الهند تسبق الحوار. حقك عليا، هو الدكتور اللي جنبك ده هو اللي هيعمل لك العمليه؟ قولي له ان انا دكتور شاطر جدا. هو ده يا حبيبي، ومفيش ما شاء الله عليه، ده دكتور جامد قوي 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 يعني. بس انا عايز افهم حاجه، هو الراجل اللي بيتكلم في الفيديو ده مش واخد بالك من علامتين اليوتيوب اللي وراكوا؟ يعني ازاي في المستشفى؟ مش فاهم، فهموني. يخرب بيوتكوا، ده انتوا النت طفح عليكوا يا لهوي. عمليه بتفشل منه. ربنا يخرجك منها على خير يا روحي،
عامة انا هقفل دلوقتي وهرن عليكي اول ما تخرجي باذن الله. ماشي يا حبيبي. حاجه يقعد تطمن عليها، اهم حاجه تطمن عليها عشان هي داخله عمليه صعبه جدا. حبيبي سلام. الحمد لله انه اقتنع. يا بنتي عيب عليك. ما اقتنعش، هو احول بس، هو ما خدش باله من اي حاجه، هو احول. ليكي انا عارف دخلات حسين كويس، عشان كده دخلت عليك. كان نفسي اقول لها ان انا رجعت من السفر، بس هروح لها المستشفى واعملها لها مفاجاه. جدع ياض، جدع ياض، ما طلعش مغفل، طلع نوري. ايوه نوري يا جدع. دلوقتي اخش عند اكرم صاحبي، احط عنده الشنطه واخد منه مفتاح العربيه واروح الحق اجيب مراتي من المستشفى. لا انت رحت في المكان الغلط في الوقت الغلط، يخرب بيتك، اطلع على شقتك. بقى دي منظر واحده عامله عمليه. يا ستة بقول له ان انت خرجتي منها ساق سليم. ثانيه واحده. ماشي. ايه ده حسين؟ بس كده؟ هو ده كل الموضوع اللي حصل؟ هو ده فيلم الاكشن اللي انت عملتوه؟ هي دي شقية بس؟ يخرب بيكم. يا جماعة الأكل حلو الحمد لله ولا إيه الدنيا؟ ما فيهوش أي حاجة مضايقاكوا؟ حاج أنت المفروض أول فيديو ليك فود بلوجر، يعني المفروض اتكلم معايا بدل ما أنت مسمعني صوت مزيكة بقك، يخرب بيت بقك. بطاطس عندهم حكايه. الله اكبر، اخيرا اتكلمت. بس يعني كل اللي تبيعه اللي قدامك دي والبطاطس بس هي اللي حلوه، ما بس بتتعمل عادي في البيت ينعل. يا رب طبق ورز نتعشى بيه، طبقين بالصلاة على النبي، طبقين. ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. ايه ده؟ انتوا بتجيبوا اكل منين يا ولاد اللعيبه؟ بالصلاة على النبي. يا رب طبق بطاطس على الرز، كفته بالصبر. شفت؟ عشان بعد كده لما تطلب اللي نفسك فيه، بعد كده اطلب اللي نفسك فيه، ما تطلبش حاجه ويجي لك حاجه تانية كده، ده غش في المنيو. بالصلاة على النبي، كفته بالصلاة على النبي. يا رب طبق مخلل لحدك بيه، يحمدك يا رب. عايز افهم حاجه، او انتوا يعني مش عارف يعني الاجيال اللي طالعه من عندكم في قلب البيت ايه نظامهم بقى؟ ايه الاوبشنات عندهم؟ اكيد سسبنشن كتير قوي يعني، ورونا اي حاجه. عيني يما مالك يا اسطى؟ في ايه؟ مالك يا زميلي؟ انت عمال بتعمل كده ليه؟ وبتلبس النضاره ليه؟ انت اصلا مش لابس نضاره، بتعمل كده ليه؟ انت متكهرب ولا ايه يا اسطى؟ حاجه اللي مفيش مزيكا بس هو شغال، هو عمال بيجيب من هنا ومن هنا والدنيا ماشيه مع الله اكبر، مفيش مزيكا وبيقرص على الزغروطه، الزغروطه بتشغله. وده ابراهيم زنجر الله يرحمه، لو شافك لكان جري وراك بالخصلة شعره اقسم بالله ده. يا كابتن والنبي يا كابتن ممكن تصورني فيديو بس؟ معلش هتصورني فيديو. ماشي. خد يا ابني، تعالى 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 حبيبي. خد يا ابني، هو شغال عندك يا اسطى، انت بتقول له بعد اذنك صورني، المفروض تحترمه، الراجل واقف بيصورك، احترمه. يلا ورينا بقى، تورينا يا ابن الله. فاكره لما قلت لي انت مش هتوصل لاي حاجه، انت فاشل، تمام؟ فضلتي تحطمي فيا. ما هو الصراحه ما كسبتش يا اسطى، ما انت فعلا فاشل يا اسطى، انت فاشل. يلا ما انت باين عليك اصلا. انا دلوقتي معايا صف العربيات دي كلها بتاعي، صف العربيات دي كلها بتاعتي، والعربيات دي هات كده يا كابتن، العربيات دي كلها بتاعتي، تمام؟ فاكراني؟ ايه يا اسطى مش كتير عليك صف العربيات الكتير ده انت واخد الحي كله يا اسطى. انت انا حاسس، انا شاكك في امرك ياض، شكلك سايس. يلا بصي، عربيه مفيش منها. هنيشو ايه حتى هنيشو مفتاح العربيه بيشو، هنيشو صاحبها واقف مستنيها، هنيشو انت واقف بتعمل لي فيديو يا عم بس يا عم. انا ما انت طلعت اهو يا اسطى، يخرب بيت كده، وانا انت عمال بتعمل حوارات والواد عمال بيندع عليك وانت مجهز المفاتيح. ما انت ايه يا عم؟ ما تتعبناش، ما انت طلعت فاشل اهو، ما وصلتش لحاجه، امال بتتعبنا ليه معاك؟ يلا ايه اغلى مره جبتوا فيها اوردرات اونلاين؟ اسبوع about 60K. يعني انا مره طلبت اوردر، الراجل 60K مره طلبت اوردر ايه يا ابن اوردر ايه؟ يلا جه رحت خدته بالماي باغ بتاعتي عشان كان نزل بعيد. غالبا 9 برضه. طب ليه كده؟
اصلا انا بستعمل ماي لهلوب، فهو بيجيب لي الحاجات في اقل من 10 دقايق مثلا. انت من رحاب اصلا؟ بتاع 50K دولار كده. اكبر عليكم يا جدعان، ده كده الناس اللي بتاخد مرتب 2500 دول بيروحوا يموتوا كده، دول بيتعذبوا كده. الجزمه اللي انا لابسها دي بكام دي؟ سكيت بوتس ب 25000. مش جزمه يا اسطى، دي موقف يخرب بيك كده، ده انت وكمان ب 25000 يا اسطى. قول الحقيقه، شيل الاصفار وخليها ب 25 جنيه مقبوله، وهتكون عموله وعاملها في البيت. مش كده ايه يا اسطى الموقف اللي انت ماشي بيه في رجلك يخرب 7K. بس انا دايما بشوف مامتي بتوردر من اب اسمه ماي لهلوب، انا بطلب بلاقي راجل قدام الباب عشان 10K. واحد عمال في الفيديو ده بيسمع ارقام قسما بالله مرتبات موظفين بتدفع يابا. كنت جايب 20000 من ماي جيني. ايه ماي جيني ده؟ اللي عامله ماي لهلوب، ده اللي بيوصلوا اوردرز وكده. في اقل من 10 دقايق. مره جبت ب 2000 جنيه مثلا. ليه ده؟ ماي لهلوب بيجي لي في 10 مينتس. الهلوب هو اللي واخد الهلبه بتاعت الفيديو كلها، هو مفيش حد بيتكلم غير على الهلوب. يلا بينا على الهلوب. وبجيب منه حاجات شيكه. 12000. 2K و 3K حوالي مثلا 5000 او 6000. اصلا انت بتكذب يلا، ولا انت بتكذب. الواد بتاع السويت شيرت الابيض دوت اول ما ضحك الضحكه بتاعته مبينه اللي انت كداب، انت شكلك معكش حق يا قلبي اللي يم عمر. انا مش فاكر بس انا حوالي 2000 ولا حاجه. شايف الواد الغلبان اللي بيقول لك حوالي 2000 يا بيمشي دنيته يا اسطى، مش زيك دول لي 5000 يخرب بيوكوا، ده انتوا موتونا. عطسي. ايه ده؟ هي دي عطستك يا حبيبتي؟ الله اكبر يا اخويا يا حبيبي، يا انت اول مره تسمع عطسه يا اختي يخرج عليك والله. يا عطسي. في ايه يا عبدو؟ هي دي عطستك؟ بتضحكي عليا؟ انا ما عنديش حاجه. طب المفروض يا اسطى تاخدها عند المأذون وتروح توديها عند بيت ابوها. انا منك، وانا لو منك اعمل كده. ده بعد سنه بالظبط عطسك كده، المره الجايه ايه بعد 3 سنين كده هتنطرك بره. ايه بتلوموني؟ مش عايزكم تزعلوا مني عشان انا لسه شارب دلوقتي سيجارتين. يا اسطى انت مش شارب سيجارتين، انت شارب كيس بحاله يا اسطى. ده هو بايت عليك كلك، يخرب بيت دماغك. ايه الدماغ اللي انت عاملها دي؟ مش دماغ طبيعيه، دي مش دماغ طبيعيه، دي حتى لو انت بتقعد تخبط دماغك في الحيطه كده مش تعملها. انت تعبان، مش عايز الجمهور يزعل يقول لك صوته وحش. بحلم بيك انا بحلم. سمعني حاجه؟ انا الف العالم كله، العالم كله لازم. فنان عرفهم ان انت بتلف العالم كله وانت قاعد في مكانك زي الباشا، العالم كله بيلف تحت رجلك، عرفهم يلا. يعرف ان انا النجم، ان انا مفيش مني، انا الفنان، انا النجم، انا العندليب. انا بس كده يا فنان. انا اهو. طالما انت فنان. الفنان انت النجم على الطلبات، انت عايز تدق كده دماغك بم. فنان بقى قوي، عايزك تسمعني حاجه. ما انا سمعتكم دلوقتي اغنيه. لا انا عايزه اسمع تاني. وماله؟ بتلوموني ليه؟ لو شفتك في الشارع قسما بالله اوريك انا هلومك ازاي. ده انا هلومك من اللي هليبك اللي انت بتعمله فينا ده. يخرب بيتك، شدوا البتاع الشرقيه هتموتنا. رب حاجه نتعشى بيها، يعني الطبق فاضي. يعني الطبق فاضي يا ابو رحمه. هو انتوا جالكوا ازاي الطبق الفاضي ده يا ولاد اللعيبه؟ انتوا بقيتوا كمان تجيبوا طبقه فاضيه؟ ده في التطور الجديد ده يا ولاد اللعيبه. مين؟ يا بابا لقيت حد الصينيه دي ما يا حاج بقول لك ايه، انا ما فهمتش حاجه. انت طلع لسان بنتك ورله كده ويدخلوا تاني عشان افهم هي الصينيه ايه، بس انا مش سامع اي حاجه. انا اكله جنب الباب. اللهم صل على النبي. الحمد لله، نحمدك يا رب. الله اكبر، دي العيله كلها عايزه تروح الخنكه قسما بالله، والبنت اللي مقدمه الصينيه دي عايزه تروح العباسيه لوحدها. صل على النبي، نحمدك يا رب. اللهم صل على النبي. يا ولاد اللعيبه نيتكم سالكه في الاكل، بس اي حاجه تانية غير الاكل مفيش. يا رب شيلهم من عندك يا رب. افضحيها، انا عايزك تفضحيها. ماشي. وتنسيه ايه ده اصلا؟ والله. ايه ده انتوا عادي بتلبسوا من لبس بعض عادي؟ قشطه، حلو الكلام ده. خش في المفيد.
ايه انت بتوزعي هدومك عليهم؟ بس هي امبارح كانت لابسه هدومي تعالي بقى. بس صوفي هنا. لا ده انتوا كده، لا حلو حلو، كلكم بتلبسوا من لبس بعض، حلو حلو، الموضوع ده فيه سسبنشن جديد كده. امبارح كانت لابسه هدومي، كانت لابسه بنطلون جينز جابوه 550 جنيه. 550 جنيه؟ طب انت بتعملي كده ليه؟ يا اسطى سيب البت تتكلم براحتها، خليها تخش بقى في المفيد. بس بقت 1000 ونص 1000 ونص 1000 و خلاص نهدى. حاجه البت الاسكندرانيه دي لسه معتزه بنفسها، مصريه مش بتوع ايجيبت. بص البت كانت تقلب على المحور بتاع ايجيبت البت. يو يا معلم بالصلاه على النبي، انت جبت الجمل ده منين؟ الله اكبر، انت مش محتاج اي حاجه يعني، ولا هو ولا بسبس، انت هو جاب لك المفيد على طول. الله اكبر عليك. انا بروح اجيبه من السودان وبجيبه مشي. الله اكبر عليك يا معلم. انا عندي حاجه بس كده يا حاج التوخي، انت لما بتجيبه من السودان بتجيبه مشي ليه؟ ما بتركبش عليه ليه يا حاج؟ ولا بتقعد تصطاد في الهواء بيو صلى على النبي، ركب عليه الرسول وصلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. صلى على الرسول. والتوخي بيقول بكره عندنا عرض من الساعه 8 ل 12. الله. خلي بالك بقى، عروض عم ابراهيم التوخي ما بص بتجيب من الاخر على المستشفى على طول يابا. بتخش على العنايه المركزه، فين اول ما بتاكل تخلص اكل تقول لهم فين العنايه المركزه، تخش عليه على طول. الله اكبر عليك. العشرة عليهم 3 هدايا وطلب ب 100 عليه 4. انا عايز اشوف الكلام ده كله بقى. يا عم ده بيقول لك 4 اطباق، الطبق ب 100 عليه 4 اطباق ب 100 جنيه. يخرب بيتك يعني. هو ال4 اطباق دول قول مثلا الطبق عامل 25 جنيه طبق اللحمه، تمام؟ يا نهار اسود، ده انا بطني ابتدت توجع. ما انت شايف ايه؟ الله اكبر. قلت سيد المطراوي ان شاء الله بعد بكره. الله اكبر والله العظيم. تقريبا يا عم ابراهيم التوخي مش هتلاقي فيه كلب ولا قطه عندك في المنطقه، اي قطه ولا اي كلب فيه. قال اديني الشباب هم بيعلقوا لبعض على الصور لا بس لحظه واحده، في حاجه واحده حاجه واحده بس، ده في حاجات كتير. تعالي قولي. في واحد طلع الاسبوع اللي فات بيقول ان هو كاريزما الابراهيميه. من انهي جهه؟ بس انا عايز اعرف انت كاريزما من انهي جهه يا بابا؟ هو ازاي كاريزما ابراهيميه؟ وايه الكلام اللي انا عمال بسمعه يا جدعان؟ انتوا عملتوا لي ايرور في دماغي، انا ما بقتش ببقى فاهم حاجه. يخرب بيوتكم، دماغها تكبر اكتر من كده. لا بجد والله. شفتيه؟ ايوه بقى. لا بتريق عليه عادي. حاجه اللي صاحبتي خالتي مجاملاهم، بتخش معاك هي دخلت معاك على السين على طول من غير ما تفهم اي حاجه زي كده. بس هو شاف شعري وانت قلت لي وحشتني في الفيديو وانا كده فتره. هو ده اللي فطرك، والمصحف هو ده اللي فطر، اللي ده قال لك كده ودي عمل كده. انا خلاص انا هطلع على المستشفى. انا عايزه افطر بقى. ده تمثيل دلوقتي. لا مش تمثيل، مش هتفطري، هتفضلي صايمه. تمثيل ايه يابا؟ دي طالعه قدامنا بشعرها ايه زي ما انت شايف. انت محتاج ايه؟ وقلت لها وحشتيني خلاص كده، هي فتره خلاص كده، هو شرع بيقول كده. هاي يا جماعة، get ready with me to go to the pool. الله اكبر، خدني معاك. الأول هنلبس المايو. تعالي نوريهم المايو. لا هنخليه سربرايز ونرجع لكم. باي. لهوي ياما، ده انا ما كنتش طفل، والمصحف ما كنت طفل. يا لهوي، ده انا كنت ملاك قسما بالله. انا والعيال الشله بتاعتي كنا ملاك قسما بالله باللي بيحصل اليومين دول. يخرب بيتكم، ايه ده؟ يا لهوي. اوكي يا جماعه، ده الاوتفيت بتاعي وده بتاعي. احنا اول مش هنستخدم كلانزر. انتوا طبعا كنتوا فاكرين ان احنا هنستخدم كلانزر، لا مش هنستخدم. ربنا لغايه دلوقتي انا مش عارف انتوا بتعملوا ايه. انا اصلا لغايه دلوقتي انا بستكشف معاكم، انا مش فاهم. هنستخدم لا فيس ماست الاول. اختاري between this و this. هو جواه ايه من هنا؟ اصلا جواه ايه اصلا؟ يعني انا كنت فاكركم اللي انتوا بشوات وفاهمين الدنيا وفاهمين التيتا، طلعتوا مش عارفين انتوا بتعملوا ايه. انتوا بتلعبوا من ورا امكم ولا يا خرب بيت دماغك، انت جالك ايرور بسرعه. لا ده عادي عشان I'm taking your opinion. مش عارفه. ده حلو قوي ونيو، ده احنا بنستخدمه دايما. حاسه عايزه ايه؟ ده خلينا في ده. اوكي. انا مع الفكره تستعملوا النيو، بس ورينا بقى النيو الجاي كده ايه النظام، ايه الستيب الجاي.
لسه ايه؟ الله اكبر، ده طلع بيتبخ ما طلعش بيدعك. دخل في دلوقتي هنستخدم ده بس بعد ما دلوقتي انا هحط ايه ده؟ بس كده. خدي ازازه المايو بتاعك اللي انت بتحبيه. انا صغير خلاص. لا لسه كبير. لا بس هي سوبر. يا جدعان اللي يشوف الفيديو دوت لازم يعرفني ايه الحوار، انا مش فاهم اي حاجه والله العظيم ما فاهم اي حاجه. وومن. سوبر وومن فين؟ بصوا ده ثانية يا جماعة، دلوقتي هنستخدم لانيج تونا. بتقولي ايه يا ضنايا؟ بتقولي ايه اللي انت قلتيه ده؟ ارجعي بالكوبليه كده تاني. يا نهار اسود، البت بتقول اسامي قسما بالله انا ما اعرف عنها اي حاجه ولا عديت على حياتي خالص. يا لهوي. يلا هاتي يا عم التوخي. لو الواد دوت قام، الواد ده طويل باين عليه قاعد متكمبر في الكرسي، خلي بالك منه. هاتي في يا اسطى، يعني هو لو حد بيعطس عليك هتطلع تعمل له كده وترجع تاني؟ يعني بتعرفه ان العطسه جت على ما تقول له لا ما تخافش ما تخافش وما بياكلش بني ادمين. هاتي مش اهل عم ابراهيم الطول والله. مش اهلا يا صومالي. كفرت الواد او الواد معايا ايه معاص. اخواتي اقسم بالله انا النهارده نازل اهو الساعه 6 الصبح نازل اصور. جدع عميل وجدع اللي انت صاحي الساعه 6 الصبح نازل تصور. بعدين بقى خش لنا في الموضوع، انا بحب المواضيع الكبيره. يا جدعان اقسم بالله احنا بنتعب، احنا مش مولودين قاعدين على حله دهب. تقصد ايه يا زميلي؟ تقصد بمين الكلام ده؟ لا تقصد بمين؟ وضح كلامك بدل ما ينفع. شايف التدريج؟ لا يعني ما تهزرش معلش، بس ما تهزرش معانا يعني في الحاجات دي. الله اكبر عليك. يلا ايه القمر ده؟ يخرب بيت تدريجتك، عليك تدريجه تجيب على الارض على طول. علم بالصلاه على النبي، ايه الماسك الجديد اللي انت بتعمله ده؟ دي حاجه جايه من ايطاليا. اللهم صل على النبي. اكبر عليك، ده حاجه جايه من ايطاليا. والله تلاقي جبنا الطاوله يا عم ابراهيم وبيضحكوا عليه. على النبي اجرب الاول وبعد كده اشتغل بالسوق. وري له بقى كده. يا لو ده ولع لك في دماغك يا عم ابراهيم. لا يلا ده. طب ما افسخني. يلا اهرب، يلا هاكلك، يلا اهرب. استنى طبعا هنعمل الماسك ده. ما في ده ولع لك في دماغك يا عم ابراهيم. بوظ وشك خلاص بوظ وشك يا عم ابراهيم. الواد مبوظ لك وشك بالجبنه اللي انت حاططها في وشك دي. الواد بوظ لك وشك خالص. اسمك ايه؟ هدى. هدى انت لو اتجوزتي او صاحبتي عايزاه يبقى بيقبض كام؟ لا مليون بس وانت طالع يعني. جيبي منين؟ الله اكبر. انت بسم الله الرحمن الرحيم عايز ابو هشيمه كده اول حاجه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني انت فوق خالص كده مفيش داون خالص. جيبي منين ده؟ وهاكل ازاي فاهم يعني؟ تاكلي ازاي؟ لو صاحبت مش فارقه معايا، لو اتجوزت 60,000 50,000. ده اقل حاجه. شايفه البنات سقف طموحهم مش زي كده ابو هشيمه. بص سقف طموحهم حراميه على طول. مشي الدنيا. اقل حاجه يعني مش هتصاحبي. هتفضلي سنجل لمدى الابد، مش مدى الحياه، لا مدى الابد. هتفضلي سنجل. اول حاجه هتعمليها قدام الكاميرا ان انت هتركزي معايا، واول ما هتركزي معايا واقول لك 3 2 اكشن سكوت هنصور. ليه ايه ده يا جدعان؟ ده يخرب بيتك ايه الاكزوست ده؟ انا عمري في حياتي ما سمعت الاكزوست ده. ده الواد اتخض يا عيني اتمطر متر بعيد. يخرب بيت ايه ده يا جدعان؟ انا اول مره اسمع اكزوست انثى كده. بس وكده خلصنا حلقتنا النهارده. يا رب تكون عجبتكم، واكتبوا لي في التعليقات لو عجبتكم، واستنوني الحلقه الجايه. باي.